يا مساء الفل عليكم. رجعنا مرة تانية عشان نكمل مع بعض اللاندنج بيج أو صفحة الهبوط، أو سميها زي ما تسميها بالعربي أو بالإنجليش بالبلدي. هي الصفحة اللي هيبقى فيها معلومات كتير عن المنتج بتاعك. لما ضفنا في الفيديو اللي فات منتج زي المنتج ده، المنظر ده احنا بنسميه ايه يا شباب؟ المنظر ده بنسميه برودكت بيج، صفحة المنتج. برودكت بيج صفحة المنتج اللي هي الطبيعية، اللي فيها بيكون حسب طبعا القالب او السيم اللي انت مختاره للسايت، لكن في الغالب بيكون في صور على جهة وليكن مثلا اليمين وشوية معلومات عن الشمال، وممكن تقلب الصور مثلا لو هنا، وشكرا على كده. خلاص مفيش ابداع اكتر من كده. في شوية وصف ممكن تحطه هنا، شوية تكست، شوية صورة صورتين، وخلاص الموضوع بيقفل على كده. بتبقى الصفحة قصيرة مش طويلة، ما فيهاش معلومات كتير. الغرض منها بيبقى ان هو خلاص المنتج شارح نفسه. يعني مثلا انا شغال فاشن، فانا اخري هذكر له ايه؟ هذكر له الالوان، المقاسات، اوريه مثلا صورة على الطبيعة، اقول له الخامة المستخدمة ايه. خلاص مفيش ابداع، او مفيش مساحة ان انا افرك مع العميل واقعد ارغي مع العميل اكتر من كده. لكن مثلا تخيل ان انت بتبيع كورس، تخيل ان انت بتبيع منتج بيهم مثلا المهندسين، تخيل ان انت بتبيع حاجة طبية وليها استخدام وطريقة استخدام ومانيوال وسبيكس، تخيل انت بتبيع عربية مثلا، هفترض يعني. تخيل ان انت بتبيع جهاز الكتروني بيعمل فانكشنز او مهام كتير، فعايز تشرح كل المهام بتاعته في اللاندنج بيج. تخيل ان انت بتبيع عموما بقى، نقولها بقى بشكل اصيع، تخيل ان انت بتبيع حاجه غاليه، قرار الشراء فيها ما بيبقاش لحظي، فالعميل عايز يعرف داتا كتير. يبقى هنا يجي دور اللاندنج بيج او صفحه الهبوط. فاللاندنج بيج دي هي المكان اللي انا بعرف اوفر فيه داتا كتيره للعميل يقراها. شوف صور، شوف فيديوهات، يشوف تستمونيالز، اراء الناس، تقييمات الناس الحقيقيه مش الفيك ارجوك يعني. يشوف وصف المنتج، يشوف طريقه استعمال المنتج، يشوف ريفيوهات حقيقيه بفيديو، حد بيقول يا جماعه انا جبت المنتج اهو وحصل كذا 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 وطلع جميل، ايا كان. يشوف حاجات كتير عن المنتج، وبعدين يتقال له باي ناو لو انت عايز. ده اللاندنج بيج. طبعا في النص بنرزع له كل فتره بطن كده يضغط عليه عشان هو عاوز يشتري، خلاص مش محتاج ينزل لحد تحت خالص، ممكن يضغط على اي زرار في النص عشان ينزل يشتري على طول. فدي برضو حاجه مهمه، عشان الناس اوقات بتزهق من القرايه، فانت ما تضمنش اللي داخل ده عايز يقرا كله ولا عايز يقرا اول معلومتين ثلاثه وخلاص خد القرار، فبتوفر له حاجه زي كده. يبقى تاني، اللاندنج بيجز هي صفحات طويله بنذكر فيها حاجات كتير عن المنتج، بنتشقلب فيها وبنجاوب فيها على كل الاسئله اللي ممكن تيجي في دماغ العميل بتاعك. دائما او غالبا ما بتستخدم في المنتجات الغاليه شويه او اللي فيها شغل كتير. لكن لو شغال مثلا فاشن، شغال احذيه، اكسسوارز بتاع، يعني ممكن يبقى الموضوع مش مستاهل. وان كان انا في كل الحالات برضو يعني خليني بفضفض معاك وبشرح لك انا بعمل ايه. اوقات بقرر ان انا اطلع بنفس الكرييتيف، بثبت كل حاجه، يعني الاعلان هو الادسيت هي التارجت هو البادجت هو كل حاجه هي الكرييتيف هو. بطلع كرييتيف، اتنين كرييتيف شبه بعض، واحد بيرمي على اللاند دي وواحد بيرمي على اللاند دي. بستعمل مره برودكت بيج ومره لاندنج بيج، واقدر اقيس مين فيهم بتجيب لي اكتر. اوقات بلاقي البرودكت بيج هي اللي شغاله كويس، شكرا سلام عليكم. اوقات بلاقي اللاندنج بيج هي اللي شغاله كويس، شكرا سلام عليكم. انا كده عملت تيست وعرفت مين شغال اكتر. طيب فاحنا كده عرفنا انه امتى استخدم اللاندنج بيج وامتى استخدم البرودكت بيج. اوقات بتست واوقات لا، بقول والله لو منتج سهل وعبيط برودكت بيج كافيه، لو منتج فيه شغل وحوارات وفانكشنز وسعره غالي بميل اكتر لللاندنج بيج. طيب واوقات بعمل تيست زي ما قلت لك. تعال نشوف بقى ازاي نعمل لاندنج بيج للمنتج. طيب وانا جوه المنتج تعديل، هروح على الخانه الثالثه او الصفحه الثالثه اللي هي عمل لاندنج بيج احترافيه. هتروح هنا تبني اللاندنج بيج، ابني اللي انت عايز تبنيه هنا. لو ما فعلتش اوبشن من الاثنين دول مش هيشتغل معاك اللاندنج بيج. فاول حاجه انك تفعل اوبشن من الاثنين دول.
يقول لك هل هو ظهور المنتج كصفحه هبوط منفصله بدون الشكل التقليدي للمنتج، يعني اللي هيظهر ايه لما العميل يفتح لاندنج بيج فقط. اما ده اظهار محتوى صفحه الهبوط اسفل صفحه المنتج العاديه، يعني هيظهر هنا للراجل الصفحه العاديه دي، ولما يسكرول داون يلاقي بقى لاندنج بيج، يلاقي بقى شرح ايه وصور وفيديوهات وتستمونيالز واراء وريفيوهات وصور على الطبيعه وفيديوهات وكل اللي انت عايز تقوله قوله. فانت بتختار الاوبشن الذي يحلو لك، سواء انت عايز تظهر ده بالشكل الطبيعي اللي في الاول وبعدين اللي عايز تفاصيل ينزل تحت، او لا خلاص هي لاندنج بيج بس اللي هتظهر ما فيهاش المنظر ده في الاول، فيها بقى الصور والفيديوهات والتكست اللي انت هتضيفه. فانت بتختار اللي انت عايزه. تعالى مثلا نفعل اول واحد ان هو وليكن هيظهر كصفحه هبوط منفصل عشان نشوف الشكل الضخم او الفرق الضخم في الشكل ما بين اللاندنج بيج وما بين البرودكت بيج العاديه. فاختار اول واحد، وان كان برضو التاني شغال وزي الفل وظريف جدا باي ذا واي، يعني حلو. طيب فانا هبني الصفحه بنفسي اضافه جزء. لما اجي اضيف جزء فانا عندي شويه حاجات اختار منها. عندي ازرار الشراء، وصف المنتج، اسئله شائعه، مميزات المنتج، تقييمات، مميزات المتجر، لوحه اعلانيه احط كده بانر في النص، قسم بسيط، عنوان، صوره، نص متقدم بدون صوره، وان كان لا بياخد صور على فكره عادي يعني هو اسمه بدون صوره بس بياخد صور على فكره عادي لو انا متذكر يعني. قسم متقدم، زر الشراء، ايقونه مع نص، معرض صور سلايدر زي الكاروسل كده، لو فاكر الكاروسل، الاعلان الكاروسل ده صور كده جنب بعضها بتلف كده بتتغير كل شويه لوحدها، فورم الشراء، اسئله شائعه، تقييمات، كود HTML، عداد تنازلي. كل دي حاجات ممكن اختارها جوه اللاندنج بيج. فمثلا ممكن مثلا نبدا بعنوان مثلا كده، اضغط هنا، يعني انا وانس انا ضغطت على كلمه عنوان دي فهو ضاف لي الجزء ده. اعمل اضاف الجزء كمان واقول له مثلا انا عايز صوره، اما منزل الصوره تحتها اقول له اضاف الجزء كمان وعايز مثلا نص متقدم بدون صوره، نزله تحتها. كل بلوك من دول اسمهم بلوكات. كل بلوك من دول اقدر اتحكم فيه لوحده، واقدر لو ضغطت عليه كده ابدا احركه. يعني مثلا انا عايز الصوره دي تطلع فوق، اجي كده ومهولد على الماوس، ضاغط على الماوس وافضل دايس واطلعها كده لفوق، طلعت فوق اهي. يبقى اقدر اتحكم في البلوكات نزولا وطلوعا لو انا عايز العب في ترتيب البلوكات. طيب فمثلا انت عايز تعال نرجع دي مثلا دي تاني. فانا عايز اول واحد يبقى النص الرئيسي ده. وانس ان انا ضغطت عليه كده بيفتح لي التكست اللي مكتوب واللون بتاعه والدايركشن اللي عايز يظهر فيه الكلام على اليمين او على الشمال او في النص. فمثلا عايز اقول له والله مثلا انا ببيع ايه، مثلا ببيع جهاز مثلا ايه، يعني عايز اي حاجه تيجي في ذهني، بلاش جهاز يا عم، مثلا انا ببيع كوتشي اديداس ميرور اوريجينال مثلا هفترض يعني. وهنخلي التكست مثلا ده لونه اخضر مثلا غامق كده شويه وهنخليه في النص. جميل. في نص فرعي مثلا ممكن اضيف هنا حاجه، لو مش عايز اضيف اشيل خلاص هو اختفى لوحده، ولما هروح اشوف الشكل بتاع الصفحه الاقي ان دي بس اللي ظهر. عايز تضيف مثلا تقول مش هتقدر تفرقه ابدا عن الاصلي مثلا، ونحطه مثلا والله بلون احمر مثلا كده في النص برضه. تمام. ادي اول الدخله بتاعه الايه بعدين هضيف البلوك اللي بعديه. البلوك اللي بعديه عايز صوره، اضغط كده عليها فبيقول لي تغيير الصوره ولون خلفيه الصوره وحجم الصوره تقدر تلعب فيه، مقياس الدوران بتاع الحواف، هي الحواف تبقى مستطيله ولا مدوره، لا انا عايز صوره دائريه، انا عايز الصوره بعرض الشاشه كله تملى الموبايل كله، يعني ده كل دي اوبشنز اقعد العب فيها زي ما انت عايز. اقول له تغيير الصوره فيروح يفتح لي مثلا الصور اللي عندي على الجهاز، احط صوره مثلا وليكن الصوره دي. عايز العب في حجم الصوره زي ما انا عايز، اكبر واصغر، او اروح هنا كده لا ما فيهاش اوبشن من هنا. طيب ممكن مقياس الحواف بس طبعا الصوره دي اصلا مدوره من الحواف فمش هتبان، عايزها مدوره خالص اقوم اعملها كده. يعني انت حر، اعمل اللي انت عايزه والعب في اللي انت عايزه. شلت الاوبشن بتاع جعلها بحجم الشاشه كله فصغرت خالص. لو ما فعلت الاوبشن ده كانت ظاهره كبيره وهتملى التليفون كله بالعرض كده. تمام.
هفترض ان دي شكل. تعالى عشان نعمل لاندنج بيج حلوه. تعالى نسيرش على صور للمنتج ده مثلا يعني. هفترض ان دي صوره حلوه كده، هعمل لها سيف، ومثلا كده هفترض، وكده مثلا حلو كده. طيب هنروح معلش نغير الصوره دي، هقول له تغيير الصوره او رفع صور زي ما انت عايز، التو اوبشنز بيدوا نفس الحاجه يعني. واختار الصوره مثلا دي، واقول له مثلا ايه، طبعا هي كبيره جدا فممكن اصغرها كده شويه، او اكبرها كده. شوف ايه الفرق، كبرت، ممكن نكبرها اكتر مثلا. طيب يبقى الراجل هيخش يشوف كوتش اديداس من الاوريجينال، مش هتقدر تفرقه عن الاصلي، وصوره. بعدين نبدا هنا بقى نحط محتوى متقدم. ده احلى بلوك انا بحطه، اللي هو نص متقدم بدون صوره، بيخلينا نحط تكست وصور ورا بعض وفيديوهات ولينكات. بص عندك كل الاوبشن دي تلعب بيها. عندك اوبشن صوره اهو زي ما قلت لك، هو جواه صور. عندك اوبشن لينكات، فيديوهات، ايموجيز، تلعب في شكل وحجم الخط العب يا باشا. فممكن بقى نبدا نسرد محتوى الكوتش مثلا. تعالى كده نجيب اي واحد من دول ونشوف اللي مكتوب جواه ايه ونكتبه. طيب يا سيدي شكرا، مش كاتب اي حاجه، ماشي، هات اي واحد غيره. اديداس كامبس شموا من اجود الخامات، بلا 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 بلا. فمثلا هاخد الكلام ده واحطه هنا كده، وممكن اخليه مثلا هيدنج 2، اخليه هيدنج 3، هيدنج 4، زي ما انت عايز. نخليه على اكتر من سطر مثلا. واجي تحت هنا كده واحط مثلا كمان صوره جوه البلوك ده، وليكن اجي اعمل كده واقول له الصوره دي. وممكن بقى هنا العب فيها زي ما انا عايز، اشوف حجمها ايه المناسب، واكبر واصغر زي ما انا عايز، واخليها مثلا في النص كده، واروق على حالي واخلي كله في النص. ممكن احط الوان مثلا، لو دي مثلا جمله مهمه مثلا عايز اميزها، اقوم مديها لون احمر مثلا او برتقاني زي ما انت عايز. خلصنا يا باشا، خلصنا البلوك ده. وبعدين مثلا ممكن نيجي نقول له ازرار الشراء. انت خلاص بقى شفت تكست صوره، تكست صوره، جه بقى الوقت اللي انت ممكن تقرر تشتري فيه على طول. فاضافه جزء ازرار الشراء، عندك 34 زرار تختار منهم، طبعا فيهم بقى حاجات بانيميشنز. الحاجات دي لسه متضافه يا جماعه، واحد مميزات ايزي اوردرز ان هم بيحدثوا باستمرار. الحاجات دي ما كانتش موجوده مثلا من شهر شهرين فاتوا. كان في دول، بص كده معلش تاني معلش، اضافه جزء. كان في دول فين زر الشراء، كان في دول، ده بس اللي كان موجود. خلاص حاجه كده صماء ما فيهاش انيميشنز، ما فيهاش حركات. لا يا عم انا مش عايز ده، انا ممكن اعمله ديليت خالص اهو كده. دلت او لغيت البلوك كله، اعمل اضافه جزء جديد او بلوك جديد، واختار بقى واحد من اللي بيلعبوا دول. اختار مثلا هات مثلا ده، فضاف هنا كده اهو. ممكن اغير الجمله، اشتري الان واحصل على شحن مجاني. بص العظمه، اصلا البطن بيكبر مع حجم التكست. وممكن تغير لون التكست مثلا، او لون الزرار تخليه مثلا اي لون انت عايزه. تمام، افترض انه بيعمل كده. هو وحش بس يعني انا اخترت لون وحش قوي يا جماعه، بس ما علينا يعني. ممكن نختار لون مختلف شويه مثلا. اعتقد ان ده اظرف. وحاول دايما تخلي اللاندنج بيج كلها باسطمبه واحده. يعني مثلا اخترت هنا ازرق، اسف اخضر واحمر، اخلي خلاص كله اخضر واحمر مثلا، اخلي كله اسود. ودي حاجه. الحاجه الثانيه برضو بلاش بهرجه زياده، ما تعمليش جمله حمراء او جمله خضراء او جمله بنفسجي، هو مش معنى بالوان، هو مش باليتة الوان هي. يعني دايما بفضل السمبلسيتي او البساطه يعني. ما بافورش ماشي يعني، ما بعملش الالوان دي بصراحه خالص يعني. ممكن نخليها عادي جدا لونه اسود صباح الفل، الدنيا حلوه وجميله، وزي اسود في ابيض، وهيبقى واضح جدا على الموبايل وهيبقى تمام جدا. طيب نضيف له كمان شويه حاجات. نضيف له مثلا والله مثلا نضيف له كمان نص متقدم نكتب فيه قبل ما تشتري تعالى اقرا تقييمات عملائنا السابقين مثلا،
واخلي الجمله دي مثلا بولد كده وفي النص ونديها هيدنج 3 مثلا او هيدنج 4 اي حاجه. حلو الكلام، حلو الكلام. واجي اقوم رايح اضافه جزء واضيف له التقييمات. ممكن بقى تختار ما بين اشكال التقييمات دي كلها، مثلا الشكل ده مثلا عاجبني مثلا. هتروح بقى على واحده واحده، يعني ممكن مثلا تيجي دي كده خلاص، انا قلت له تكست خلاص مره فوق واراء العملاء، ممكن نغير اللون بس بتاعها نخليه اخضر. وممكن خلي بالك عشان توحد اللون بتاع كل اللاندنج بيج، شايف ده احنا لوناه باللون ده، خد دي كده كوبي الار جي بي 15 132 10، خدها كوبي كده كنترول سي، وتعالى هنا على دي وقول له كنترول في، بقى بنفس اللون بالظبط، خلاص بقى بنفس اللون اللي هو 15 132 20 زي الفل. تقدر بقى تعدل في ده كله زي ما انت عايز، اسم الشخص، النص الفرعي اللي هو التقييم نفسه، لون النص، زي الفل. تقدر تعدل في كل الحاجات دي زي ما انت عايز. ممكن كمان ترفع صوره، تخلي التقييم فيه صوره، يعني مثلا الراجل ده جايب صوره على الطبيعه مثلا، فاقول له كده تغيير الصوره، مثلا صوره على الطبيعه، وليكن دي الصوره اللي على الطبيعه مثلا. طبعا دي صوره انا كنت مستعملها في اللاندنج بيج معلش، فممكن نختار مثلا دي وليكن. ما اتغيرتش، هنجت، لا غيرت خلاص الحمد لله. وتيجي هنا مثلا تحط صوره تانية خالص للمنتج وهكذا. طبعا يفضل تكون صوره على الطبيعه عشان تدي مصداقيه اعلى. تمام. وبعدين احنا كده ضفنا له ايه؟ ضفنا له تقييمات ال الناس بعد ما اتسحل فيها وبتاع، ما احط له كمان باي بوكس. يلا ما انت بتاعي النهارده، مش هسيبك، مش هحلك. فيفضل تحط نفس الباي بوكس عشان ما تعملش تعمل مهرجانات. فممكن تعمل ايه؟ ممكن تروح على الباي بوكس على البلوك كده وتقول له دوبليكيت، اللي هو تكرار او نسخ. فضغطت كده بقوا اتنين تحت بعض اهم، هو عمل له نسخ. اخد الجديد ده واشده تحت 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 خالص واحطه. خلاص شكرا، بقى عندي نفس البطن اللي فوق. انا عمال العب يا جماعه، انا عمال العب، انا عمال اشيل واحطه واجرب زي ما انا عايز. بعدين ممكن نيجي نحط له في الاخر مثلا ايه؟ الاسئله الشائعه. حلو جدا. طبعا عندك ليها ايه؟ اشكال كتير. ممكن مثلا نختار الشكل ده. برضه هتروح هنا تجاوب على تقول له تعالى اجاوبك على كل الاسئله اللي في دماغك. انا دايما بحاول وانا في اللاندنج بيج اكلم العميل، بدل ما اقول له اجابات الاسئله التي تخطر مش عارف اجابات الاسئله الاكثر شيوعا. انا مش جورنان يا حبيبي، انا مش بكتب مقاله في جورنان، انا بكلم العميل بخاطبه. بص معايا كده على شكل الشوز، بص معايا كده على اراء العملاء، تعال اقول لك على اهم 3 مميزات في المنتج. انا بكلم العميل، العميل بيحس ان انا بكلمه. ده والله يا جماعه بيعمل CRO او بيعمل كونفرجن ريت اوبتمايزيشن او بيعلي نسب التحويل جدا 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 باللاندنج بيج. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. طيب، وبرضو اروح اضغط على واحد واحد واغير الكلام اللي موجود جوه. مثلا هل في معاينه عند الاستلام؟ اقول له طبعا يا فندم، تقدر تعاين وتقيس الشوز براحتك قبل ما تستلم الاوردر مثلا. خلاص، فهو لما حد يضغط على السؤال ده هيطلع له الاجابه دي. هل في استرجاع او استبدال لو المنتج مش تمام؟ اكيد يا فندم عندنا، تقدر او مثلا تقدر تستبدل او ترجع المنتج خلال 14 يوم مثلا. خلاص تبدا بقى تحط كل الاسئله ايه اللي انت عايز تحطها، اللي العميل غالبا هيبقى محتاج يسالها. خلي بالك دور اللاندنج بيج، بروز لي يا ريس، بروز لي يا ريس الجمله الجايه دي. دور اللاندنج بيج الاجابه على الاسئله اللي العميل ممكن يسالها ومش هيعرف يسالها لان مفيش رسائل. ده اعلان كونفرجن. الراجل بيشوف الصفحه، يشوف الاعلان، يضغط على زرار، يروح على صفحه، مفيش مكالمات، مفيش رسائل، مفيش اي حاجه. صحيح بعض الناس بتتصرف وبترجع على البيج تاني وتبعت مسج على الانبوكس، لكن مش كله هيعمل كده. فالناس دي دورك انك تجاوب في اللاندنج بيج على كل الاسئله اللي ممكن تخطر في بال العميل، عشان لو لقى سؤال ملوش اجابه في اللاندنج بيج ممكن يعمل اكس ويطلع، يبقى انت خسرته. يبقى دورك تاني ان انت
تجاوب على كل الاسئله اللي ممكن تيجي في بال العميل. هستبدل، هسترجع، المقاسات مظبوطه ولا واسعه ولا ضيقه، انا ممكن اعاين قبل ما استلم ولا لا، لو ما رفضت الاستلام هدفع شحن ولا لا، الاوردر بيجي خلال قد ايه، مصاريف الشحن كام، كل بقى اللي انت اقعد كده جمع كل الاسئله اللي ممكن العميل يسالها وحطها يا ريس في اللاندنج بيج. ما احنا اتفقنا بقى ان اللاندنج بيج دي بجاوب فيها على كل الاسئله اللي ممكن تيجي في ذهن العميل. خلصنا يا باشا، اقوم رازع له كمان باي بوكس. ما انا او يعني مش للدرجه دي طبعا، مش واحده وواحده، ممكن مثلا بلوكين وواحده باي بوكس، بلوكين وواحده باي بوكس. طيب ممكن نضيف ايه كمان؟ ممكن نضيف مثلا تعال كده مثلا نضيف نص متقدم او عنوان زي ما انت حابب، الاثنين محتواهم تمام. ونقول له ليه تشتري من متجرنا. طبعا هي مش هتكتب متجرنا، هتكتب اسم المتجر بتاعك، مثلا متجرك اسمك اكسبريس مثلا، ليه تشتري من اكسبريس فاشن. ونديها كده برضو في النص وبولد وهيدنج 3 أو 4، ونديها لون عشان ما تزعلش زي اخواتها ايا كان. حلو الكلام. وبعدين اجي اقول له هنا اضاف الجزء كمان، ومثلا مميزات المتجر بتاعنا، برضو عندك اشكال كتير، والله انا هختار الشكل ده مثلا. اجي هنا تجربه، اغير الصور دي لو انت عاوز، تغيير الصوره، تغيير النص الفرعي، لون النص، العب يا باشا زي ما انت عايز، ظبط كل اللي انت عايزه ده. وبعدين نقول له ايه؟ باي بوكس، تعالى يا باشا هات لي ده كده دوبليكيت، هات الجديد ده وانزل لي تحت خالص وحطه لي، واقعد العب بقى كده في اللاندنج بيج زي ما انت عايز. وبعد ما تخلص قول له ايه؟ قول له حفظ. طيب تاني زي ما قلت لك، لو مش مفعل الاوبشن ده، لما هتفتح المنتج مش هتلاقيه متفعل عليه اللاندنج بيج وهيفضل بالمنظر ده. لكن احنا دلوقتي خلاص حفظنا اللاندنج بيج وفعلنا اوبشن من الاثنين دول. يلا يا باشا نعمل ريفرش، ادي شكل اللاندنج بيج اختلفت تماما. تخيل الشكل القديم ده حاجه وده حاجه تانية خالص. ادي شكل اللاندنج بيج الجديد. طبعا دي مش حاجه بروفيشنال خالص، انا بس بقول لك المنظر العام بيطلع عامل ازاي. صوره باي بوكس، شوف لما اضغط عليه يرميه لتحت على طول، عشان العميل خلاص زهق، مش عايز يقعد يقرا كل ده، خلاص زهق في النص، اضغط على ده يرميه على اللاندنج، يرميه على الباي بوكس او نموذج الشراء. صوره تكست باي بوكس، قبل ما تشتري تعالى اقرا تقييمات عملائنا السابقين، باي بوكس تعالى جاوب على كل الاسئله اللي في دماغك، كذا 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 كذا. تعالى نشوف شكلها على الموبايل عامل ازاي. كنترول شيفت ام، ادي يا باشا شكل اللاندنج بيج على الموبايل. وده اللي غالبا العميل هيشوفه، لانه خلاص النهارده 95% على الاقل من الناس شغالين من موبايل. اهو ادي الشكل، دنيا ظريفه، البطن ضخم جدا ياكل العين، يخلي اللي مش عايز يشتري. اراء العملاء، الصور اهي، باي بوكس، ادي الاوردر، ادي الاسئله اللي الراجل بيسالها واجاباتها، ادي مميزات المنتج بتاعنا، مميزات الستور بتاعنا، باي بوكس هوبا يلا تشتري الترنج ب 12000 جنيه. يلا يا باشا من فضلك اختار لي المقاس، اختار لي اللون، يلا يا باشا حط الداتا بتاعتك واقول لك شكرا مبروك عليك البيعه يا ريس. هكذا تصنع اللاندنج بيجز. لو احنا قلبنا الاوبشن ده، طبعا عشان تشغل التاني لازم تطفي الاولاني، يعني هو واحد من الاثنين اللي بيشتغل. تعال نشوف شكله عامل ازاي. حفظ، ونديها واحده ريفرش، هيظهر بص اهو، ادي الشكل الطبيعي. تعالى نعمل اكس كده، ادي الشكل الطبيعي، وتحت الشكل الطبيعي بيظهر اللاندنج بيج. برضو اوقات بتكون ظريفه ولطيفه وبتكونفيرت، لان في ناس بتخش تقوم عامله ايه يا باشا؟ تك 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 تك، اضغط هنا الشراء، شكرا، مش عايز يسمع رغي. فده بيبقى ماسك اعصاب من النص، اللي عايز رغي هيكمل سكرول وهيوصل. تعال نشوف على الموبايل كده، هيخش على المنتج هيلاقي صورته في الاول، او ممكن يلاقي الصور بتتقلب من هنا فزي الفل، هيختار هوب خلص. عايز يكمل بقى يكمل، عايز يقرا بقى داتا براحته يا باشا، بيتك ومطرحك، اتفضل اقعد اقرا وسكرول داون زي ما انت عايز طالما انت غاوي. انما لو مش غاوي انا ما اجبرتكش، انا مديك في وشك اهو في الاول ان انت تختار المنتج، تحط اسمك وبياناتك وتختار وتشتري على طول. فده اوبشن فعلا بيكون ظريف جدا. طيب هنا احنا عملنا ايه؟ هنا احنا عملنا صفحه هبوط مانيوال. يعني ايه مانيوال؟ يعني احنا اللي عملناها بايدينا. واضح ان هو اكيد مش بروفيشنال او ما فيهاش شغل كتير، مع
بروز يا ريس، بروز يا ريس، بروز يا ريس. مع انه اوقات الصفحات اللي بتبقى كده صفحه بيضه كده، باك جراوند بيضه وفيها صوره وتكست وصوره وتكست، اللي هي الحاجات اللي هي السيمبل خالص دي، كلام في سرك، اوقات بتكونفرت احسن من الحاجات البروفيشنال اللي هنتفرج عليها دلوقتي. بروزتها لي، تعالى بقى. بدل ما تعمل لاندنج بيج سيمبل خالص كده، لو انت عاوز تعمل بقى شويه شغل بقى احترافي بقى كده واو، وحاجه تقول عليه ايه الجمال ده، الحلاوه دي، تعالى بقى نشوف الصفحات اللي فيها شغل بقى وايه والحاجات اللطيفه دي. هنروح هنا على استيراد صفحه هبوط جاهزه، اضغط عليها يطلع لي سامبلز كتير لصفحات هبوط اقدر ان انا اخدها كوبي وبيست واشتغل عليها. فمثلا ايه من دول مناسب للفاشن؟ مثلا ممكن يكون ده، ممكن يكون ده، ايه تاني مثلا؟ تعالى مثلا ناخد الاولاني ده وليكن. فاجي على هنا واقول له مشاهده لو انا عايز اشوفها كده. بص الحلاوه بقى، بص الشغل، يعني شغل بروفيشنال، صفحه جميله، بص يا سلام، شغل فاخر من الاخر. بص الشغل عامل ازاي، الالوان طبعا كلها متناسقه مع بعضها، عظمه، معمول اب سيلينج، هشرحه بعدين ان شاء الله، كلام زي الفل. تعال شوف على الموبايل عامل ازاي. كنترول شيفت ام، لو انت بتسال بعملها ازاي، كنترول شيفت ام. لو عايز ارجع تاني اتك على اكس هنا وخلاص. ادي شكل اللاندنج بيج على الموبايل. طبعا اللاندنج بيجز الواو دي بتبان احلى على اللابتوب على الحقيقه او على البي سي يعني، بس ستيل برضو ممتازه جدا جدا، الوانها رائعه متناسقه، حلو، ما اقدرش اقول عليها غير ان هي حلوه. فتقدر انت بدل ما تعمل لاندنج بيج زي كده تطلع منك حلوه او وحشه انت وحظك او على حسب خبرتك، تقدر تستغل الحاجات الجاهزه اللي هم حاطينها. فاقول له استيراد، فلما بقول له استيراد طبعا بيرمي كل اللي انا عملته بيرمي كل اللي انا عملته في الزباله، خلاص شكرا، وبيحط لي اللاندنج بيج عافيه اللي انا اخترتها. همشي بقى عليها بلوك بلوك وابدا ان انا اعدل فيها. اجي هنا على الصوره دي واقول له تغيير الصوره، هرفع مثلا صوره ثانيه، طبعا يفضل انها تكون صوره يعني بي ان جي طبعا ملهاش خلفيه عشان تبان على ال والله حلوه، والله جميله. ممكن بقى اغير التكست ده، اغير، بص اهو، اغير التكست ده، اغير التكست ده، اغير التكست ده، اغير التكست ده زي ما انت عايز. الباي بوكس ده عايز تغير الجمله اللي هنا، اشتري الان عشان مش عارف ايه، تغير لون الزر زي الفل. تعالى هنا مميزات المنتج، الاسئله اللي عليه، تمسك واحد واحد وتغير التكست اللي جواه. تنزل هنا باي بوكس عايز تغيره غيره، وتيجي هنا تغير الصوره دي، تغير التكست ده. خلاص انت دورك ان انت عمال ايه، هو عامل لك كل حاجه، وانت دورك انك عمال تغير التكست والصور فقط بما يتناسب مع المنتج بتاعك، لا اكتر ولا اقل. خلصنا يا ريس، قول له حفظ، بقى عندك very professional product page او landing page. تعال كده نعمل بقى كده ريفرش، نعمل حفظ الاول ونخليها الاوبشن الاولاني مثلا، او يعني مش مشكله مش هتفرق. هنا احنا لسه على الاوبشن الاخير اللي هو بيطلع البرودكت بيج وبعدين اللاندنج بيج، عشان يبان حلاوتها هنخليها لاندنج بيج بس. نعمل ريفرش، شوف الحلويات، شوف الجمال، شوف الدلال. طبعا هكون انت بقى غيرت كل هذا الكلام بما يتناسب تقييماتك انت، صورك انت، منتجك انت، صور على الطبيعه، كل اللي انت عايز تقوله قوله، وفي الاخر بيطلع الراجل ده. طبعا ده فيري بروفيشنال لاندنج بيج. تمام. ممكن بعد ما تخلص بقى كل ده، هو عنده كمان كده تول فوق بيعمل تقييم لجوده صفحه الهبوط بالاي اي. ممكن اكليك كده عليها واسيبه يلود 10 ثواني بالظبط، والاقيه بيرد عليا يقول لي انا شايف كاي اي، هو رابطينها باي اي، بيشوف شويه معايير كده في اللاندنج بيج، ما شاء الله مقيمه 0%، شكرا. اكيد بايظ او مش شغال دلوقتي. هو بيديك شويه بقى اقتراحات، شايف انه مثلا مفيش ريفيوز كفايه، هو قايمه 20% دلوقتي، ماشي، مفيش مراجعات كفايه، صور المنتج غير كافيه، يعني ممكن تكون مش شغاله كويس الحقيقه، لان طبعا الحاجات دي غالبا موجوده كويس في ريفيوهات اهي مثلا موجوده، فين راحت، وين راحت، وين اهي يا باشا، ادي الريفيوهات اهي يعني، او في صور طبعا بالهبل للمنتج. في الحقيقه هو ممكن يكون مش شغال لسه، بس يعني هي لسه اوبشن جديد، فيعني ان شاء الله خلال فتره هتلاقيه ظبط وبدا يعني يطلع نتائج اكثر دقه. اوبشن برضو ظريف يعني. طيب
كده احنا عملنا لاندنج بيجز للمنتج بتاعنا. اتمنى ان انت تكون فهمت ازاي تعمل لاندنج بيج بشكل احترافي. ابدع بقى وما تستعجلش، اعملها مره واثنين وثلاثه واربعه وشيل وحط وجرب. زمان ايام السي بي اي الله يمسيه بالخير كنا بنقعد نعمل 5 لاندنج بيج ونشوف ونقسم الترافيك عليهم. كان عندنا تولز كده بتقسم الترافيك مثلا 20% على لاندنج 1، 20% على اللاند الثانيه، يعني بقسم الترافيك على 5 اجزاء، وكل جزء يروح على لاندنج بيج من ال5 اللي انا عاملهم، وكنا بنشوف بقى انهي لاندنج بيج بيكونفرت اكتر. فالحاجات دي طبعا كانت ظريفه جدا. تقدر تعمل ده دلوقتي زي ما قلت لك. بعمل كامبينه فيها اد سيت، فيها 2 كرييتيف، 2 اد هم بالظبط، عشان يبقى بقيس حاجه واحده. زي ما اتفقنا احنا بنثبت كل المتغيرات وبنغير حاجه واحده فقط. هغير بس اللاند، هودي واحده على برودكت بيج وواحده على لاندنج بيج، او اعمل 2 لاندنج بيجز واحط 3 كرييتيف، واحده على اللاند دي واحده على اللاند دي واحده على البرودكت بيج، واشوف انهي واحده مدياني سي ار اعلى، كونفرجن ريت اعلى. دي كده تبقى تريك، حته كده على طرف المعلقه بعملها، محدش بيعملها كتير، فيعني ايه ركز فيها عشان فعلا ظريفه جدا. اتمنى ان انت تكون فهمت كل ما يتعلق باللاندنج بيج. اشوفك ان شاء الله الفيديو القادم على الف خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.